السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا صباح النشاط، يا صباح الحماس، يا صباح اليوم اللي كله طاقة إيجابية على عيون أجمل متابعين في الدنيا. النهاردة إن شاء الله بقى جاية لكم بيوم جديد وفيديو جديد. النهاردة يوم بصوا من الصباح الباكر يعني. النهاردة صحيت بدري بالمناسبة كده. النهاردة يوم السبت، يوم السبت يعني أجازة. يعني انا قصدي ان المدارس بتبقى اجازه خلاص. فكان بصراحه يعني ناقصني حاجات كتير قوي في البيت. قلت انزل اجيبها من السوق، وبيني وبينكم كان نفسي في اكلة سمك حلوه. طبعا انتوا عارفين ان يوم الجمعه او السبت انا بحاول على قد ما اقدر، اليوم الاجازه بحاول على قد ما اقدر اني اعمل لهم فيه يوم يا اما رنجه يا اما سمك. اي نوع بقى من السمك، يعني الرنجة برضو كأنها سمك. ليه بقى؟ لان لما بيكونوا راجعين من المدرسة او مثلا من الدروس، ساعات مثلا بيطلعوا من المدرسة على الدروس، فما بيكونش طبعا بيرجعوا مثلا بالليل، فما بحبش ان انا اكلهم لا رنجة ولا سمك بالليل. فبحب كده ان يوم الاجازة بيبقى يوم مختص كده بنفسه، يوم حلو كده. فبحب ان انا اجيب ايه فيه او اكلهم فيه سمك او ايه رنجة، زي ما قلت لكم. النهارده بقى بوريكم الحاجات اللي انا جبتها. كان ناقصني حاجات كتير جدا جدا جدا. جبت بقى طماطم، وجبت خيار، جبت خيار، وجبت جزر، وجبت بطاطس، وجبت كمان علافة. كان ناقصني علافة كتير، دقيق ورز. وكان ناقصني، انا دايما بجيب على طول، بجيب العدس الاصفر والعدس بجيب، علشان ايه؟ مره اعمل لهم اكل اللي هي الاكله اللي هي الكشري بعدس اصفر، ومره الكشري المصري بتاعنا. طبعا شتاء يعني بليله وحمص شام طبعا جبتهم. كمان كانت في واحده فلاحه كده بتبيع الجبنه، بس طبعا هي علشان انا شلت فوقيها حاجات كتير فاتفعصت شويه. جبنه قريش، جبت كمان قرنبيط. بصوا يعني حاجة الشتاء. بصوا انا خضار الشتاء انا مش يعني زي ما بيقولوا ما بغلبش فيه، او اكل الشتاء انا ما بغلبش فيه. الخضار كله بيبقى تحفة. بصوا كمان الجزر بيبقى تحفة. بصوا كل الخضار سبحان الله الحمد لله، يعني كل الخضار بتاع الشتاء بيبقى حلو جدا جدا. وجبت له، هو زي ما قلت لكم، هو جبت لكم قرنبيط. وكمان لقيت بقى السمك حلو، جبت لي بقى ايه كام نوع سمك كده حلوين. بصراحة أحلى أنواع السمك اللي تجيبوها الشهور ديت، الشهور اللي هي بتنتهي بحرف الر. يعني مثلا من أول سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر، يناير، فبراير. الخمس شهور اللي ورا بعض دول أحلى شهور تجيبوا فيهم سمك، أحلى شهور. يعني عايزة أقول لكم إن أنا هنا لقيت سمكة التونة اللي أنا أساسا طول السنة ما بلاقيهاش، أنا بلاقيها في الشهور دي، وبعمل التونة في الشهور دي. احلى سمك تونة انا بجيبه. طبعا انت ممكن تعملي التونة من سمك الماكريل، بس هي اصلها بسمك التونة اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انا السمكية بصوا الله اكبر بسم الله ما شاء الله، كانت عاملة بتاع السمكية لوحدها كانت عاملة بتاع 2 كيلو. فبسم الله ما شاء الله الله اكبر، او 2 وشوية كمان. فبسم الله ما شاء الله الله اكبر. عايزة اقول لكم ان هي كان حجمها حلو قوي قوي قوي، وعملت معايا كمية تونة رهيبة. طيب انا مش هعمل معاكم بصراحة، مش هعمل معاكم التونة يعني في الفيديو ده، لان التونة فيها تريكات كتير قوي قوي وشرح كتير، فانا مش حابة. يعني عايزة زي ما بيقولوا كده ايه، اديها حقها في الشرح، واديها حقها في التصوير، واديها حقها في التريكات بتاعتها. فحابة ان انا اعملها فيديو لوحدها علشان تاخد حقها في الشرح، لان فيها تريكات كتير قوي. يعني عشان ما تطلعش معاكي زي ما بيقولوا كده زفرة، عشان ما تطلعش يعني هعمل لكم طريقة. طيب يعني عايزة اقول لكم ان انا هعمل لكم طريقة يعني بالظبط بالظبط اقرب ما يكون كأنك انتي يعني فاتحه علبه تونه ولسه جايباها. عايزه اقول لكم ان انا ولادي ما كانوش يعرفوا ان انا جايبه تونه، افتكروا ان انا فاتحه علبه تونه من جمالها ومن اللون الفاتح الوردي بتاعها. فانا عايزه اقول لكم اني ان شاء الله باذن الله انتظروا بقى فيديو تحفه. ان شاء الله الفيديو اللي بعد دوت على طول باذن الله. طبعا انا في الفيديو ده غسلتها كده غسله محترمه ومتشيلها في التلاجة. قلت علشان اعملها ان شاء الله تاني يوم ان شاء الله اعملها بقى معاكم.
فالنهارده بقى ما كانش بصراحه عندي وقت عقبال ما نزلت السوق وفضيت الحاجه بتاعتي وجيت. طبعا انا كنت بخلي الراجل يغسل السمك. طبعا انا هنا جايبه سمك بولتي علشان هعمل نوعين، هعمل نوع مشوي ونوع مقلي. انا دايما بحب المشوي جدا، عندنا نص البيت بيحب المشوي ونص البيت بيحب المقلي. عايزه اقول لكم ان المشوي انا كنت بقالي فتره كبيره قوي لما كنت باجي ان انا يعني اشويه بره. لما جربت مره ان انا اشويه في البيت، عايزه اقول لكم طريقته سهله جدا، وبقى الموضوع بالنسبه لي بقى سهل، وبقى استسهل ان انا اشويه في البيت. وعايزه اقول لكم طريقته سهله، وبعمله على عين البوتاجاز، هتشوفوه دلوقتي معايا. بصوا خطير. انا يا دوبك بس يعني انا جايبه كميه السمك اللي انتوا شايفينها دي، جايباها وخليت الراجل ينضفها لي كلها من بطنها، وقلت له اعمل جزء منها بطنها بس، وجزء منها نضفها لي للقلي. طبعا في ناس كتير قوي لما بتيجي ان هي تشوي السمك ما بتنضفش بطنه زي السواحل كلها، السويس وبورسعيد واسكندرية. احنا هنا في القاهرة لا، يعني رغم ان انا اهلي في اسكندرية، بس انا ولادي مش متعودين ان هم ياكلوا السمك يعني تكون بطنه مقفولة. فهو كل محافظة وليها، كل محافظة في مصر ليها الطريقة اللي بتاكل بيها السمك المشوي. في ناس بتنضف بطنه وفي ناس لأ، ما بتنضفش بطنه وبتخليه زي ما هو وتشويه كده. فعلى حسب يعني. لكن انا بصراحة ولادي ما بيحبوش ان انا ما نضفهوش. فهنا بقى ابتديت ان انا غسلته كويس جدا، شطفته بقى، يعتبر شطفته، وابتديت ان انا بقى ايه احدقه بقى زي ما بيقولوا. وانا هنا جايبه البطرمان بتاعي اللي هو حاطه فيه توم، فلفل، ملح، كمون، ليمون، خل، فلفل اخضر، فلفل حامي. بصوا خطير. البطرمان ده يا جماعه بيقعد معايا بالشهور. انا طبعا قلت لكم عليه قبل كده، بينجزني بقى. يعني انا بدل بقى ما ادق تومية مع فلفلايه مع شويه كمون مع شويه ليمون، وساعات ايام كتير قوي ما بيكونش مثلا عندي حاجه من الحاجات اللي موجوده، فانا البطرمان ده لا بيبقى تحت ايدي بقى، بيبقى سهل بعمله بقى. يعني عايزه اقول لكم ان انا بعمله مثلا ايه بالبطرمان الكبير اللي انتوا شايفينه ده، يقعد بقى يبقى معايا شهر، يقعد معايا 2. بصوا بستخدمه في كل حاجه، كل حاجه. اقوم مطلعه البطرمان بدل بقى ما ادق واعمل، لا، بتنجان مخلل سهل بيتعمل معايا في 5 دقايق. احدق كده السمك زي ما انتوا شفتوا كده. كمان بستخدمه في تحديق كمان تتبيلة الكبدة. بصوا عايزة كمان اعمل طماطم مخللة يعني اليوم بقى اللي انا ما عنديش فيه اي حاجة مخللة، بقوم عاملة طماطم مخللة. بصوا اقوم على طول مطلعة من البطرمان، حاطة على الطماطم وخلاص على كده. فالموضوع بيبقى سهل قوي قوي. انا دايما بحاول على قد ما اقدر ان انا اعمل حاجات تساعدني في البيت، بحيث ان انا ما اقفش في المطبخ كتير. انا قاعده في البيت ما يعني مش بشتغل او كده، بس انا بيبقى ورايا مسؤوليات تانية. ورايا مثلا مذاكره الولاد، بودي الولاد الدروس، يعني بيبقى ورايا يعني حاجات تانية غير ان انا يبقى مثلا بدل ما اقف 3 4 ساعات في المطبخ، لا يعني بختصرها لساعه. بحاول على قد ما اقدر ان اخلي وقفتي في المطبخ هي ساعه بتاعه الاكل. طبعا ترويق المطبخ وبعد الاكل ده حاجه، لكن انا بحاول على قد ما اقدر ان عمايل الاكل بتسويته هي في حدود ساعه، ساعه ونص بالكتير قوي. فبحاول على قد ما اقدر ان انا اعمل حاجات او افرز حاجات او اخزن حاجات او اسهل عليا، واعمل حاجات تسهل عليا او اختصر الوقت اللي بقف فيه في المطبخ. بصوا بقى انا هنا هو طبعا انا حدقت السمك وحاولت ان انا بقى ايه، قلت ايه طبعا، لان انا طبعا انا مش جايباه بقالي فتره، فقلت احدقه بقى شويه واقعده مثلا بتاع ربع ساعه، مش محتاج اكتر من ربع ساعه، نص ساعه. اكون انا على العين التانية ابتديت ان انا اعمل ايه، الرز بتاع السمك. طبعا انا عملت الرز بتاع السمك ده معاكم كتير جدا جدا في اول القناه، في اول ما فتحت القناه. عايزه اقول لكم الناس بقى الجديده بقى، انا هشرح لهم انا بعمل الرز بتاع السمك ده ازاي. انا بقطع بصلايه زي ما انتم شايفين كده، وابتدي ان انا احمرها، وبعد كده بنزل التوابل بتاعتي، وكمان بنزل بشر الجزر. انا ببشر جزر معاها. بصوا عايزه اقول لكم ان يعني ابشروا جزر مع الرز بتاع السمك، هيودي رز السمك في حته تانية خالص. ابشريه وصدقيني يعني هتدعيلي. على العين التانية بقى انا بقى ايه دلوقتي، الولاد عايزه اقول لكم ان الولاد بقى بصوا صاعوا خلاص، قالوا لي احنا عايزين ناكل، يعني عايزين ناكل. فانا هبتدي بقى ان انا هنا
اشوي. انا ببتدي ان انا الاول هشوي السمك. انا قلت لكم ان جزء من البيت بيحب السمك المشوي والجزء التاني بيحبه مقلي. فانا هبتدي بالمشوي، هعمله اهو 3 سمكات. انا هم 3 سمكات مش اكتر من كده. وهبتدي بقى على العين التالتة بقى انا هشغل ال3 عيون مع بعض. هبتدي ان انا احمر بقى الجزء اللي هو عايز يتحمر، اللي هو السمك بقى المقلي. انا هنا بستخدم الشوايه اللي انتوا شايفينها دي، هي جريلا. بصوا انا الجريلا دي اول ما اشتريتها خالص، نوعها حلو جدا وجميله، وكنت بستخدمها في الاكل لحد ما سنه ورا سنه، يعني مثلا بقى لها اقولوا عندي مثلا بتاع 5 سنين ابتدت ان هي تتقشر. طب ارميها؟ لا طبعا انتوا عارفيني. فابتديت ان انا عملت اعاده تدوير ليها، وقلت بدل ما ارميها لا حرام، لان بقت تلزق بقى في الاكل، لان الطبقه بتاعت الجرانيت ابتدت تتشال من عليها. فايه اللي ظهر من تحتيه؟ الالومنيوم. لان اصلا طبقه يعني اي حلل الومنيوم او جرانيت او كده، هي بتبقى اصلا حلل الومنيوم وبتبقى حاطين لها طبقات من الجرانيت، فاهمين؟ على حسب بقى، اللي هي الحاجات بقى اللي هي نظيفه قوي بيحطوا لها مثلا ايه طبقتين 3 4 5 كده، في بتوصل ل6 7 طبقات كده. فانا بقالي فتره كبيره قوي بستخدمها بصراحه. هي كانت معايا بصوا ليل نهار كنت بستخدمها. فلما ابتدت الطبقه دي تتشال ابتدى بقى تلزق، فبقت مضايقاني. فعملت ايه؟ استخدمتها، قلت اعيد تدويرها للسمك. عايزه اقول لكم خطيره خطيره خطيره. اولا الحرف بتاعها عالي، فما بتخليش اي رد او اي حاجه من السمك تنزل على البوتاجاز، فبتخلي عندي البوتاجاز نظيف. فبصراحه خطيره. طيب اتغلبت على ان هي بتلزق الاكل، بتلزق في الاكل ازاي؟ بسخن الطاسه او الجريلا دي جامد جدا لحد ما عايزه اقول لكم ان بيبقى فيه دخانه كده خفيفه قوي طالعه منها كده. هي خلاص يعني بتبقى خلاص عباره عن جمره نار. ببتدي ان انا احط شويه الملح اللي انتوا شفتوهم في الاول دول عشان ما تعملش دخنه. وبعد كده ببتدي ان انا ايه اعمل بقى الايه ارصرص بقى الايه السمك. تعالوا بقى شوفوا لي السمك هيطلع بكل سهوله بقى ازاي. بصوا ما لزقش بقى خالص معايا اهو. ليه؟ علشان انا كنت مسخنه الجريلا كويس جدا. بصوا الجريل اهي بتطلع بكل سهوله، مفيش حاجه بتلزق فيها. بصوا خطيره. ولو لاحظتوا كمان ان هي مش عامله دخانه شديده، لا عامله الدخانه العاديه جدا اللي هو كانك عامله زي، بصوا يعني مثلا هتلاقوا ان الحله بتاعه الرز مطلعه دخان اكتر من الجريلا بتاعه الشوي. بصوا يعني لو لاحظتوا هتلاقوا ان الحله مطلعه دخان اكتر. فالطريقه دي عجبتني قوي، يعني جربوها هتعجبكم جدا. وبعد كده مش بعد كده هتشووا اي سمك بره. كمان عجبني قوي ان مقاس كمان الجريلا كبيره، فممكن تاخد سمك كمان مشوي اللي هو البوري الطويل او المكاريل كده يعني. مكملة بنفس البطرمان بتاعي. هعمل ايه؟ برضو التحديقة بتاعت السمك برضو بعملها بنفس البطرمان اهو، اللي انا كنت بقول لكم عليه، اللي هو التوم. طبعا انت لو عاملاها بتقسمي يعني بتقسميها لجزئين، جزء انت بتحدقي بيه السمكية من جوه والجزء بقى بيبقى من بره. كده انا خلصت السمك المشوي وهبتدي بقى في المقلي اهو. بحب قوي قوي على المقلي احط رشة يا اما كزبرة ناشفة، بتودي السمك في حتة تانية وبتخلي ريحة حلوة قوي، خصوصا لو هو لسه سخن نازل من على النار. او بحط بهارات السمك اللي انا عاملاها معايا في البيت. فدي او دي يعني لو بهارات السمك عندي خلصانة بحط الكزبرة الناشفة. وعملت كمان طحينة، وكمان عملت احلى طبق سلطة خضراء. بصوا خطير بجد. النهاردة كانت سفرة حلوة قوي قوي قوي. يا رب تكون عجبتكم. وانا بصوا دايما بحب ان يوم العيلة ده يكون فيه سمك، يكون فيه أكلة محترمة كده. سمك رنجة، هم أكتر حاجة بيحبوها هم السمك والرنجة. طبعا لو أنا مخللة فسيخ بحط جنب الرنجة فسيخ، لو مش مخللة بيبقى رنجة وخلاص كده يعني. شوفوا لي جمال الأكل عامل إزاي. بصوا يعني بصوا الأكل بصوا عامل إزاي. قولوا لي في التعليقات الأكل شكله إيه، أخباره. بصوا بقى كمان عايزه اوريكم الرز بتاع السمك. عايزه اوريكم ان في ناس برضو محافظات بتعمل مع السمك ده رز ابيض. ودي كنت اول مره يعني مستغرباها جدا. لقيت يعني كذا قناه بتعمل الرز جنب السمك رز ابيض، ودي استغربتها جدا.
او ما بيعملوش رز السمك اللي احنا بنعمله. فزي ما قلت لكم ان كل محافظة من مصر ليها اكلها غير التاني. طبعا احنا بقى خلصنا الاكل وابتدينا بقى. انا بصراحة يعني ما كنتش قادرة بقى ايه، لان انا كنت نزلت الصبح لفيت في السوق جامد بصراحة، ما كنتش قادرة بقى ان انا ايه يعني اعمل اي حاجة تاني. عملت شاي مرة واتنين، والولاد دخلوا عملوا شوية حاجات وافل ومش عارفة، وعملوا شوية حاجات كده، وقعدوا شوية في المطبخ يعني. المهم انا ونمت انا شوية. المهم جيت بقى على اخر النهار بقى بالليل خالص، بعد ما بقى مال الولاد نامت، انا دخلت المطبخ بقى وقلت لازم اشطب المطبخ قبل ما انام، لان طبعا انتوا عارفين ان مادام فيه سمك لازم 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 اعمل ايه، لازم انضف المطبخ. ما ينفعش ان هو يبات بالمنظر ده، لان ريحة السمك بتبقى قوية جدا، وانا ما بحبش اني ابيت السمك او ابيت قشر السمك في المطبخ. وزفرت السمك ما بحبش، حتى الاطباق والكلام ده ما بحبش ان انا يعني ابيتها في المطبخ، اولا بتعمل ريحة وانا ما بحبش يعني الموضوع ده. فقلت بقى ايه، اخد كفايتي يعني، اشرب شاي براحتي بعد الاكل انام. الولاد بقى دخلوا قعدوا داخلين خارجين على المطبخ كل شويه، اللي عايز يعمل اللي ده عمل كوبايه قهوه، واللي عمل كوبايه شاي، واللي عمل مش عارفه عمل كاكاو. يعني كل واحد بقى ايه حسب يعني ايه ما عمل. انا بصراحه دخلت سبتهم ونمت، وقمت بقى على بالليل كانوا هم ناموا. قلت بقى لازم في الروقان كده اعمل المطبخ واخلصه، علشان ان شاء الله باذن الله يوم الاحد باذن الله، باذن الله يعني اكون بقى ابتدي في ان انا اعمل الفيديو ان شاء الله اللي هو هينزل لكم باذن الله بتاع التونه. فانا يبقى المطبخ بتاعي بقى رايق، اعمل بقى الوصفه لوحدها بقى كده خالص على روقان زي ما بيقولوا. عايزه اقول لكم الفيديو اللي بعد ده اللي هو ان شاء الله هيبقى التونه باذن الله، عايزاكم كلكم تتفرجوا عليه. فيديو حلو قوي قوي قوي، فيديو هتستفادوا منه، وعايزه اقول لكم هتطلعوا احسن نتيجه والله، زي كانها يعني كانكم لسه شارين التونه. لا يمكن حد هيصدق ان انتوا عاملين التونه في البيت. اولا لونها فاتح جدا قطع. عايزه اقول لكم يا جماعه، انا جيت اشتري التونه لقيت العلبه ب60 جنيه. يعني انا مش عارفه هو في ايه بالظبط، القطع ب60 جنيه. انتوا مش متخيلين يا جماعه. وطبعا انا اللي عارفه السمك ده ايه، وطبعا السمك بيبقى مستورد، هما بيجيبوا لنا زباله الايه السمك زي ما بيقولوا. بصوا انا هنا حتى الجريل كمان ابتديت ان انا اغسلها اهو، هغسل كل حاجه وهرجع المطبخ بصوا بيبرق. فنرجع بقى للتونه. كنت عايزه اقول لكم ان انا ما كنتش بحب خالص موضوع ان التونه ان انا اشتريها من بره، لان لا عارفه نوع السمك ايه، ولا عارفه ان يعني اي حاجه فيه. وقريت كذا مره ان هم بيجيبوا سمك محرم دوليا، بيبقى فيه نسبه زئبق عاليه قوي، او سمك ما بيتباعش عندهم، فبيجيبوا لنا احنا السمك ده ويعملوه تونه كده يعني. فانا لا، ما دام انا قادره ان انا اعمل حاجه في البيت اعملها، ايه المشكله؟ وخصوصا ان انا الحمد لله عندنا التونه متوفره. ما عندكيش تونه اعمليه بسمك المكاريل مفيش مشكله، هيطلع معاكي احلى نتيجه. بس اتفرجي بس على الفيديو وصدقيني هتدعي لي بعد الفيديو ده. الفيديو بقى اللي بعديه على طول بصوا بقى، الفيديو اللي بعديه قنبله بقى، قنبله اكتر كمان من التونه باذن الله. هيبقى فيديو حلو قوي قوي قوي، بقى لي فتره برضو بعمله، وان شاء الله ينزل لكم بعد فيديو التونه. فالفيديوهين بقى اللي جايين ان شاء الله يعني اوعدوني ان انتوا تتفرجوا عليهم، لان بجد حلوين قوي وهتستفادوا منهم. ما بحبش ادخل الحاجات دي في الروتينات او في الشغل الطبيعي او في الفيديوهات الطبيعيه العاديه، لاني ببقى عايزه ان هي تاخد حقها في الشرح. بيبقى فيها تريكات مهمه، لو انا ممكن واحدة ممكن تجري في الفيديو لو روتين ولا حاجة تجريه، لكن لما بيبقوا فيديو خاص من أوله لآخره على موضوع معين زي التونة أو حاجة معينة، انتوا ما بتقدروش تجروا، لأن طول ما أنا بتكلم بيبقى فيه تريكات تاخدوا بالكم منها. فأنا بصوا بقى، أنا هنا هو ابتديت إن أنا خلصت خلاص المطبخ. طبعا أنا عملت الحمد لله. طبعا كانت لو أقول لكم شكل المطبخ كان عامل إزاي وشكل الرخامة كان عامل إزاي مش هتصدقوني. هنا بقى بالرغم من ان البوتاجاز انا قلت فيه وكمان شويت عليه، بالرغم من الحمد لله لو هتلاحظوا انه هو كان نظيف. ليه بقى؟ لان الجريلا اللي انا
كنت بشوي عليها كانت حروفها عاليه، عشان كده انا قلت لكم ان الجريل لما باظت عندي ما رميتهاش ليه، قلت استفيد بيها لان العلو بتاع الارتفاع بتاعها ده عجبني. ما فيش اي حاجه من الرده كانت بتنزل على البوتاجاز، ما فيش اي حاجه من الشوي بتاع السمك كان بينزل على البوتاجاز. تاني حاجه كمان وانا بحمر السمك عملته فوق. الوك دي عباره عن ايه، الطاسه اللي هي بتبقى حروفها عاليه، فبرضو طرطشة الزيت ما بتجيش ناحية البوتاجاز. فدي حاجة من الحاجات اللي تاخدوا بالكم منها وانتوا بتعملوا السمك بالذات، ان دايما تعملوا السمك ما تعملوش في حاجة مفرطحة قوي. هو طبعا هياخد منكم فترة اكبر في القلي، بس هينضف معاكم. يعني لو انت منضفة البوتاجاز مش هيتبهدل معاكم بسرعة. خلاص كده خلصت الجزء بتاع الحوض، وخلصت كمان الجزء بتاع الايه البوتاجاز. انتقل بقى لاخر جزء معايا وهو اسهل جزء، هو الرخامه. طبعا انتوا شفتوا قبل كده ان انا كنت عامله الرخامه ديت، كنت حاطه فيها اللي هو الورق اللي هو مش الحجر، الورق اللي هو عامل زي الاستيكر ده. هو جميل جدا جدا، بس للاسف هو ما بيستحملش، يعني ايه، ما بيستحملش الهلك بتاع المطبخ. يعني هو ابتدى ينقر معايا، وابتدت الرخامه من تحت تبقى باينه. فاللي يشوفها من بعيد يلاقي ان في تنقير، يفتكر ان مثلا دي وساخه ولا حاجه، لا ده الرخامه من تحت هي اللي باينه، اللي هي السودة. هتشوفوها دلوقتي معايا، هتلاقوا فيه زي ايه زي ايه مثلا دواير كده سودا. هي دي مش وساخة، لا هي دي علشان الرخامة من تحت سودا، وهي ابتدت بقى تنقر من كتر بقى الشغل اللي فيها، يعني من كتر الشغل اللي عليها. يعني او بصوا اهي، هتلاقوا زي ايه دايرة كده سودا. الدايرة السودا دي يعني دي مش وساخة، لا ده الرخامة اللي تحت الايه، اللي تحت البوتاجاز، اللي تحت قصدي اللي هو الاستيكر. كده انا بقى عملت كوبايه شاي ليا، وكده الحمد لله البوتاجاز وكل حاجه في المطبخ خلصت. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وخلاص هقفل بقى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.